ما تجيش امريكا لو انت في دماغك الثلاث حاجات دول. رقم واحد ان انت هتدرس ببلاش، مفيش حاجه اسمها ببلاش هنا. حتى لو انت بره من بره امريكا، لو انت جوه امريكا الموضوع بيختلف شويه. لا، هو بيختلف خالص. رقم اتنين، ما تفكرش ان الحياه سهله هنا وانت هتيجي تقول لي هعمل فلوس كتير واروح ادفعها الكليه، او ان انا اشتغل واعمل فلوس واخد بعضي واروح. انسى الكلام ده. رقم ثلاثة واهمهم، الحياه هنا مش بتمشي بالبركه، يعني بالحظ كده وبالفهلوه بتمشي. لازم تتعب عشان تلاقي، وصدقني هتلاقي، بس اتعب شويه عليها. فانا نصيحتي ليك ان انت تتعب من دلوقتي، من وانت في مصر. تبدا ان انت تتعلم اللغه بتاعتهم اللي هو بيتكلموا بيها، وتتفرج على المسلسلات طبعا، دي هتساعدك كتير ان انت تتعلم اللغه. وتبدا تحط اهدافك، واحد اتنين تلاته، ما توصلش لقدام خالص. يعني ما تفكرش في المستقبل وانت لسه تحت رجلك. انا بقول لك فكر بس في الحدود بتاعتك. يعني الهدف بتاعي ان انا عايز اوصل امريكا، فانا اعمل ايه علشان اوصل امريكا؟ فبقى في اهداف صغيره بتترتب على ان انت توصل لامريكا. ده الهدف الكبير بتاعك بس.